يقول حمد الله يا اخوان يا اخوان، انا اعرف ان كابتن عبد الرزاق حمد الله طلع من النصر بمشكله، احنا فاهمين، وكان في ترويج انه حمد الله راح يكرر نفس المشكله اللي في النصر حتى تثبت ان المشكله ما كانت في نادي النصر، انا فاهم. وحمد الله في نادي الاتحاد ما عنده مشكله، نادي الاتحاد سوى تعاقدات وصندوق الاستثمارات جايب له اسماء عالميه واللاعب صعب يلعب اساسي، واضح؟ يعني المشكله اذا كان في مشكله في نادي الاتحاد فليست هناك مشكله مع عبد الرزاق حمد الله، حمد الله يبغى يلعب. فانت عشان تعالج نفسك نفسيا تقول والله شفته عبد الرزاق حمد الله، زي الاخ المشاهد الاولاني يقول وليد انت تناقضت قاعد انا ما ادري انتم شلون تفهمون الامور. الواحد ساعات امنياته تقلب معاه معلومات. وليد انتقد اداره الاتحاد، انتقد اداره الاتحاد بس ما انتقدتم الحين في الموضوع هذا، ايش دخل اداره الاتحاد؟ لاعب جايبين بنزيما تقول لهم لا والله بنزيما يقعد احتياط وحمد الله يلعب اساسي، ما هو منطق بعد. فانت نفسك يصير مشكله عشان يثبت وترتاح نفسيا ان المشكله مش في النصر، المشكله في حمد الله، لا. قضيه حمد الله مع نادي النصر كان فيها علاقه متوتره، في نادي الاتحاد استطاع نادي الاتحاد وهذا الرجال اللي في الوجه استطاع ان يحتويه وما قدرتوا تحتوونه، فبلاش ندورنا قصه عشان نعالج نفسنا نفسيا، اللي فات مات ونركز على الجاي. حلو؟ نقطه نظام، وخلينا نسمع صوت الجمهور.